الأمة لا تسعد في هذه الحياة سعادة أصلية أو تكميلية إلا إذا حققت مراد الله تبارك وتعالى الذي أنزله في كتابه. وبقدر الإقبال على كلام الله عز وجل تلاوة وتدبرا وفهما وتحكيما واستشفاء يكون استعدادها ويكون تمكينها. ولذلك يتعجب كثير من المصلحين يقولون أن هذا القرآن الذي نهض به أسلافكم هو لم ينقص منه حرف، فأين الخلل؟ الخلل فينا نحن أننا لم نقم بكلام الله عز وجل ولم نستوفي الشروط. ولو أننا التزمنا أو حققنا الواجبات التي أمر الله بها وانتهينا عن المحرمات التي نهى الله عنها أو اتقينا الله تبارك وتعالى بامتثال المأمور واجتناب المحظور، بلا شك سيأتينا من الخير والبركة والنعيم مثل ما أصاب أسلافنا ولا بد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تكلم علامة الفقيه المفسر الأصولي ابن جزي رحمه الله في مقدمة التفسير، أو تكلم عن مقدمة للتفسير. المقدمة الأولى تتعلق بعلوم القرآن، مفاتيح للتفسير أو لبيان كلام الله عز وجل. والثانية تتعلق بغريب القرآن، بالغريب. الباب الأول نزول القرآن الكريم. قال رحمه الله المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه، في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، أو كان مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة. وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات مفترقات، فيضم صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض حتى تكتمل السورة. هو الآن أعطاك مقدمة عن بداية نزول القرآن الكريم. في نزول القرآن وجمعه في المصحف تكلم العلماء عن ترتيب السور وعن ترتيب الآيات. ترتيب الآيات توقيفي لا مناص للاجتهاد فيه بالاتفاق، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قوله لا ريب فيه هدى للمتقين بعد قوله ألف لام ميم، هذه لا خلاف فيها. بقي الخلاف في ترتيب السور. منهم من يرى أن هذا الترتيب أيضا توقيفي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السورتين إلا بالبسملة، هذا قول، يعني السورة والتي تليها والتي تليها فهو توقيف. منهم من قال اجتهادي، ويمكن أن يقال منها اجتهاد ومنها ما هو توقيفي، يعني بعض السور هكذا جاءت وبعضها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أدخلوا سورة التوبة بعد الأنفال كما هو معلوم. فهذا الترتيب كيف جمع، التدوين، هذه علوم مهمة، لأن هنا شبهة عند الكفار أو عند المستشرقين أو بعض من ضعف إيمانه، يقولون أن القرآن كيف دون وكيف حفظ وإلى غير ذلك، هم يشككون في هذا. والرد على هذا من وجوه كثيرة جدا. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، وما تكفل الله عز وجل بحفظه فلا سبيل إلى ضياعه البتة.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه المسألة قضيت. ثانيا أن القرآن آية من آيات الله، أي معجزة من معجزات الله، المعجزة الباقية. ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم قد جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يراجع أو يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل شهر، في كل شهر. وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم ذاكره القرآن مرتين. خامسا أن هذا القرآن قد كتب على الحجارة والجلود وأوراق الشجر وما أشبه ذلك، كان موجودا لكنه متفرق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم جمعوا هذا القرآن على مراحل. المرحلة الأولى أخذه من الصدور إلى السطور، يعني جمع هذا القرآن ما في الصدور إلى الأوراق وإلى الحجارة. ولذلك لما استحر القتال، هذه المرحلة الأولى في أيام النبوة هي كتبة الوحي. المرحلة الثانية في أيام الخلافة الراشدة أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في حروب الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 استحر القتال بحملة كتاب الله. إذن هناك حملة، والله ما كده قبل أن يقتلوا كانوا حملة وما حملة، هم حمل لكتاب الله. إذن الحملة موجودون. فلما استحر بهم ومات أكثرهم أو كثير منهم خشي على القرآن من الضياع، فعرض عمر رضي الله عنه على الصديق هذه الخطة، يعني أن يجمع القرآن، فاتفقا عليه على هذا. وذهبا إلى زيد بن ثابت شيخ هذا الإمام الكبير، وهو الذين جمعوا القرآن أخيرا، يعني آخر العرضات حفظها رضي الله عنه. وكان ذكيا، وآية ذكائه أنه حفظ لغة يهود في 17 يوما، 17 يوما. هذا ذكاء خارق. فالعرب ذاك الجيل سهل لهم ويسر عليهم الحفظ. قيل له تجمع القرآن، قال والله لو كلفوني بنقل جبل لكان أهون علي، لكن انظر إلى الشروط التي ذكروها للتدوين. قالوا إنك شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط عجيبة. أولا شاب ضبطه ليس كالشيخ الكبير ولا كالصغير، هذا وقت الحفظ. ثانيا لا نتهمك، أي لا مطعن في ديانته بأن يكتم شيئا أو يغير شيئا. ثالثا كنت تكتب الوحي، أي لك دربة وخبرة بالكتابة. فهذه. رابعا عاقل، أي لا تؤتى من قبل الغفلة، فجمعه رضي الله عنه، جمعه الجمعة الأولى. في أيام عثمان رضي الله عنه المرحلة الثالثة للتدوين، وهذه مرحلة مهمة. الناس اختلفوا في القراءات والروايات. كل مصر ذهب إليهم صحابي قرأ عليهم رواية كروايات المشتهرة الآن غيرها، وهي كثيرة، الصحيح منها كثير جدا. طبعا بعض القراء يرى الصحيح من القراءات السبعة على مذهب ابن مجاهد، ومنهم من يراها 10. والصواب أن القراءة متى ما توفرت فيها الشروط الثلاثة فهي صحيحة: الرسم العثماني والتواتر، وأن يكون لها وجه في لغة العرب. وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة والكثيرة. فحذيفة رضي الله عنه جمعت عثمان ليجمع الناس على مصحف واحد. مش معنى القرآن ما كان محفوظ، القرآن كان محفوظ، لكنه متفرق في القبائل وفي الأمصار بالروايات.
ما اجتمع الناس على مصحف واحد، فخشي على الأمة من الفتنة، فجمع عثمان رضي الله عنه لجنة تقييد المصحف أو لجنة كتابة المصحف ما نسميها اليوم، لتعلم أن مسألة العمل الجماعي ومسألة اللجان والمراكز البحثية قد سبق الصحابة فيها الناس. والله ما كده أمر عندهم، يعني ما قضية إنه ما تقول لي جدة جديدة عن الصحابة، لا عندهم هذا. فالتخصصية والعناية بالعمل الجماعي وده مذهب الصحابة رضي الله عنهم. فاجتمع الأشدق سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن هشام بن الحارث الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: وددت لو أني لم أخرج في خروج هذا ولي 10 ولد مثل عبد الرحمن. تتمنى أن يكون لها 10 ولد مثله. كان سريا أي جوادا ذكيا رضي الله عنه، وزيد بن ثابت وكذلك الزبير بن العوام فصحاء قريش والعلماء. إذن اجتمع عليه أهل الدراية بالقرآن وأهل اللسان. فقال عثمان رضي الله عنه: فإذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش. إذن هذا المنهج، ولذلك جمع المصحف في أيام عثمان رضي الله عنه. فأين المطعن هنا؟ أين المطعن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الأول القرآن كان موجود. المرحلة الثانية انتقل القرآن من الصدور إلى السطور، والمرحلة الثالثة جمع هذا القرآن. هذه مراحل التدوين، وهذه مسألة مهمة غاية ليرد بها الإنسان على هؤلاء. وآية تدل على ذلك أن هذا القرآن قد يسر حفظه لغير الصحابة، فكيف بالصحابة وهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل؟ الآن يأتي شاب أعجمي من بلاد السند والهند وهو لا يستطيع أن يتكلم بحرف، يمكن أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن في أيام قليلة. فهذه شبهة حقيقة باطلة وداحضة. ونقطه وتحزيبه وتعشيره وقع فيها خلاف. أفضل كتاب ألف في هذا كتاب تحزيب القرآن للدكتور عبد العزيز الحربي، تكلم فيه. يعني هل هذا كان معروف الصحابة؟ منهم من قال نعم، الصحابة كانوا يقسمون القرآن سورة البقرة وحدها، البقرة، آل عمران والنساء، وهكذا سورتين 3 سور هكذا عندهم، أو الطوال المفصل والمئين، وكذلك قصار المفصل. عندهم السور ال7 الطوال، 7 الطوال الأولى، البقرة وآل عمران والمائدة والنساء والمائدة إلى يونس على المذهب الراجح. هي أقوال اختلف فيها العلماء. هذا التحزيب الأول. الثاني من سورة يونس إلى الحجرات أو إلى قاف، ثم يأتيك المفصل، ومنهم من يقسمه إلى 3 أقسام، لكنه من قاف على الراجح أو من الحجرات إلى آخر القرآن الكريم. وهكذا يعني هذه أمور من باب التسهيل. لكن اختلفوا في التنقيط، منهم من قال نقط المصحف الأسود الدؤلي، ومنهم من قال الحجاج. على كل حال التنقيط يترقى مع الخط، والخط عند العرب أخذوه من الحيرة، والمسألة صار فيها يعني عبر مراحل معروفة في هذا الباب، وألفت أيضا مؤلفات في الخط وفي التنقيط. وذكر أسمائه، طبعا أسماء القرآن السيوطي توسع فيها جدا، لكن الحقيقة أسماء القرآن قليلة، وأما صفاته كثيرة وكثيرة جدا. وفي نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه. الفرق بين يعني النزول المكي والمدني فيه جملة من أحكام مهمة. أولا ليعرف الناسخ من المنسوخ، وهذا أهم شيء، أن تفرق بين التنزيل المكي والتنزيل المدني من حيث الناسخ. ثانيا لتعرف المخصص والمقيد في باب الأصول، فيأتي الحكم العام ويأتي الحكم المطلق فيخصص بالتنزيل المدني. والصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا هذا، وأنا أذكر لك أدلة على أن الصحابة كانوا يفرقون بين المكي والمدني. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، يقول يوسف بن ماهك رحمه الله:
كنت جالسا عند عائشة رضي الله عنها، أي في بيت عائشة رضي الله عنها، فجاء عراقي يسأل. العراقي هو المراد به ما جاء من جهة العراق، سواء كان من عراق المغرب أو من عراق العرب أو عراق العجم. فقال لعائشة رضي الله عنها: أريني مصحفك يا أم المؤمنين. قالت: ويحك، ما يضرك بأي آية بدأت. ثم قالت: نزل قوله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب. هذه الآية من سورة القمر، وهي سورة مكية بشهادة عائشة رضي الله عنها. وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده، وين؟ زوجة في المدينة. إذن بيّنت لنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن سورة القمر سورة مكية، وسورة البقرة والنساء سورتان مدنيتان، وبيّنت لنا أنهم كانوا يعرفون يفرقون بين التنزيل المكي والتنزيل المدني. الثاني ما ذكره جرير بن عبد الله البجلي: وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون كلام جرير في الفقه، لا سيما في الوضوء. فقال: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. ده كلام حجة، لأن من آخر من أسلم من الصحابة قيل أن جرير عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 100 يوم فقط، يعني أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر و10. وقالت عائشة رضي الله عنها فيما روى الحاكم: خذوا بأحكام سورة المائدة فإنها آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. إذن بمجمل هذه الأدلة وهذه الأقوال يبين لنا أن أول من تكلم في علوم القرآن هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63؟ يعني نزل فيها خلاف عند علماء السيرة. وكان ربما تنزل عليه السورة كاملة. من ذلك قيل أن سورة الأنعام نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال: هل أكثر السور أو أكثر الآيات نزلت بسبب نزول أم أنها نزلت من غير سبب نزول؟ أكثر القرآن نزل من غير سبب نزول، لأن أسباب النزول محصورة تعد في الأصابع. وأما ما يذكر الآن من المؤلفات المطولة ليس كله بصحيح. الواحد ألف في أسباب النزول، وغيره من العلماء ألف في أسباب النزول مؤلفات كثيرة وكثيرة جدا، لكن من أشهرها كلام الواحدي. ثم جاء الشيخ مقبل فأخرج الصحيح منها، ثم جاء الشيخ سليم فأخرجوا موسوعة أسباب النزول الصحيح والضعيف. إذن يمكن أن تحصل أسباب النزول في 20 30 40 شيء قليل، يعني مقارنة بآيات القرآن الكريم. فلا يتمحل الإنسان لكل آية سبب نزول، ما يتمحل. ويمكن أن يقال أكثر أسباب النزول في الآيات المدنية، آيات الأحكام. أما الآيات المكية كانت تنزل سورة كاملة، لأن فيها الوعيد وفيها الأخبار وفيها ما يشبه، فيها المواعظ. وربما تنزل عليه آيات مفترقات فيضم صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض حتى تكتمل السورة. كيف يضم؟ بأمر الله عز وجل، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي يقول: اجعل هذه الآية في مكان هذه السورة، واجعل هذا العناية. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا علوم القرآن في هذا الترتيب وفي هذا الوضع. وأول ما نزل عليه من القرآن أول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق. أكثر العلماء على هذا، صدره ما السورة كلها، الصدر الآيات الخمسة الأوائل المعروفة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم المدثر والمزمل. لماذا قال المدثر والمزمل؟ لأن المزل فيها خلاف.
الذي يظهر والله أعلم أن سورة المزمل قبل المدثر، لأن سورة المزمل محمدية وسورة المدثر دعوية، أو أن سورة المزمل تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بإقباله على الله وبالعمل، صورة عملية، وسورة المدثر قم فأنذر. فالإنسان لا ينذر الناس إلا إذا تحقق بهذا العلم، يمكن أن يقال هذا. والمزل قد تكون متقاربات، ويمكن أن تكون سورة المدثر نزلت أول. على كل حال لذلك قيل ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الصحيح الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل. هنا سؤال: هل عائشة رضي الله عنها أدركت البعثة؟ يعني هل أدركت هذه القصة؟ ما أدركت أبدا، كانت صغيرة، يمكن أن تكون ولدت ويمكن أنها لم تولد، بل لم تولد على اليقين. لماذا؟ لأنها عائشة رضي الله عنها ولدت قبل البعث ب6 سنوات ب9 سنوات شبه. هذا ما يسمى برواية الصحابي عن الصحابي، والعلماء يقولون مراسيل الصحابة صحيحة. كيف يعني؟ ما رواه الصحابي عن الصحابي لا يحتاج إلى بحث، لأن الصحابة كلهم عدول. فلذلك تجد أبو هريرة يروي أخبار مكية، وابن عباس يروي أخبار في بداية البعثة وما أدركها رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها. فكذلك عائشة هذا الحديث أنها أخذت عن غيرها هذه الرواية. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت تحته، ومع حرصه على الفقه والديانة قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فقال: زملوني زملوني، أي دثروني وغطوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. الروع النفس والضمير، والروع الخوف. إن روح القدس نفث في روعي، أي في نفسي. وأما الروع الخوف. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله كذلك، جابر من صغار الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المزمل. وأما آخر ما أنزل: إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا آخر ما أنزل أولا مسألة نسبية، ولا بد أن نفرق بين آخر آية أنزلت وآخر سورة طويلة أنزلت وآخر سورة قصيرة أنزلت، عشان ما يقع اختلاط. آخر آية أنزلت: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، على القول يعني. وآخر سورة طويلة أنزلت: المائدة. وآخر سورة قصيرة أنزلت: النصر. بكده تضبط لك المسألة عشان ما تحصل لك إشكال. لكن قال لك ما هو آخر ما أنزل على النبي؟ السؤال مشكل، لأن ما اسم موصول. أنت ماذا تريد آخر ما أنزل؟ الآية أم السورة الطويلة أم السورة القصيرة؟ ولذلك تجد بعض يقول لك النصر، بعض يقول لا، يمكن تجمع الأقوال الثلاثة في هذا. وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها. هذا كلام المصنف رحمه الله. طيب، انتقل إلى مبحث آخر، هو مبحث جمع المصحف وكتابته. قال رحمه الله: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال،
فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب، إذن هو من كتبة الوحي، في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. الذي يظهر هذه من خرافات الشيعة، لأن علي رضي الله عنه كان مشغولا بالجهاد، مشغولا بوزارة الشيخين، ولم يعلم عند أهل السنة أن علي رضي الله عنه تفرغ لجمع المصحف، بل لم يتفرغ لتدريسه وتعليمه. فالذي لا يجد وقتا أن يعلم الناس كيف يجد وقتا للتأليف؟ لكن هذه من خرافاتهم، وهو بلا شك من كتبة الوحي ويحفظ القرآن أو كثيرا منه. لكن علي رضي الله عنه كما قلت لكم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فكان داعية وكان مجاهدا، فحياته كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد، كان مشغولا بالجهاد. ثم شغل بمرض فاطمة رضي الله عنها. وأما في خلافة عمر كان من وزراء عمر، كان مشغولا أيضا بسياسة الدولة. وأما أيام عثمان كذلك كان مشغولا بالجهاد والفتوحات. فلما قتل عثمان وقع في أمر هو أصعب من هذه الأمور السابقة في إدارة الأمة وفي سياستها. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة، إذن هذا الحدث ما ينبغي أن يمر علينا هكذا، ينبغي أن نستفيد منه. الفائدة الأولى في قصة اليمامة أن أخطر شيء على الإسلام والمسلمين العصبية الدينية والعصبية الطائفية القبلية، سواء كانت عصبية تتعلق بالأصول وأصول العقائد، أو عصبية تتعلق بالمذاهب، أو عصبية تتعلق بالقبائل، كلها مفسدة. فبنو حنيفة تعصبوا لمسيلمة الكذاب، هو من ربيعة، وادعى النبوة، وكان قومه أشداء، فكاد أن يهلك كثير، مات في تلك الوقعة كثير من الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ بمجاهدة أهل الردة، لأن المحافظة على رأس المال أولى. هذه في جزيرة العرب، وارتد كثير من الأعراب. وبلا شك العلماء تكلموا عن أحكام الردة في مؤلفات كثيرة وكثير جدا. قال: فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة، بعض الناس يقول مسيلمة، هذا خطأ، الصواب مسيلمة بكسر اللام الكذاب. أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور. غير مرتب السور هذا يدلنا على أن هناك بعض السور كانت اجتهادية، يعني لا يدل على كل السور ليست مرتبة، وبعضهم كان له ترتيب خاص، يعني ابن مسعود كان له ترتيب خاص، والعلماء عذروا قالوا أن ترتيب ابن مسعود كان قبل العرض الأخيرة، يعني قبل عرض جبريل عن النبي عليه جبريل على الأخيرة. وبقيت تلك الصحف عند أبو بكر الصديق، ثم عند عمر بعده، ثم عند ابنته حفصة رضي الله عنها. طبعا اليمامة أيضا من الأحداث المهمة أخوان، أن أهل القرآن هم أهل الجهاد. بعض الناس يظن العلماء دل ما أهل الجهاد، لا، أهل القرآن هم أهل الجهاد، لكن الجهاد له وقته وله أيضا يعني أحكامه، فهؤلاء هم جاهدوا، سالم مولى بحذيفة، وكذلك ثابت بن قيس بن ثابت، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم قتلوا في تلك الوقعة. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف. قلت هذا اختلاف تنوع، اختلاف قراءات. شماية مبتدأ يقول الصحابة اختلفوا في القرآن الكريم، لا، هذه روايات أخذوها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان، هذا فيه بركة البطانة الصالحة، بركة البطانة الصالحة، وفيه بعد النظر عند حذيفة رضي الله عنه. يعني هؤلاء الصحابة كان عندهم قراءات استراتيجية كما نقول اليوم، يعرفون أن هذا الأمر إذا بقي سيفرق بين الناس. وبلا شك
أن مسألة الوحدة والجماعة كانت حاضرة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس على مصحف واحد خيفة، أي خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه 3 من قريش، عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية الأجدق، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء أي في حرف فاجعلوه بلغة قريش. إذا دلنا هذا على أن في القرآن حروف على غير لغة قريش. والله ما كده، لأنه لو كان كله على لغة قريش ما قال لهم، كلامه كان ليس فيه كبير فائدة. دل ذلك على أن عثمان رضي الله عنه يعلم أن في القرآن غير لغة قريش، وكذلك أيضا عثمان كان يحفظ لكتاب الله عز وجل وكان يقرأ به كاملا في ركعة واحدة كما هو معلوم، والأثر صحيح إن شاء الله. وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير. هذه مسألة مهمة جدا. ما معنى إماما؟ في علم التحقيق كيف يحققون الكتاب؟ يعني الآن أنت إذا أردت أن تخرج مخطوطة إلى الطباعة كيف يتم هذا؟ أقل شيء للتحقيق لابد يكون في 3 نسخ خطية. أي كتاب تطبع وهو مخطوط باليد بالقلم القديم، ده تحول إلى مطبعة طباعة لابد يكون عندك 3 نسخ خطية. أكثر من 3 لا يحتاج إليه. يعني تختار أجود ال3. في هذه ال3 تختار نسخة هي الأم، مش الإمام، تسمى النسخة الأم الأصل. يعني يا ولد أقول يا أخي أحسن مش ولد. فهذه النسخة الأصل هي التي تجعل أصل الكتاب، ثم يؤتى بنسختين، يعارض بنسخة ويحكم النسخة الثالثة. أشرح لك أكثر. بيجيب النسخة الأصل، هي هنا الآن بمنزلة الإمام في الكتاب، مش كده؟ دي النسخة الأصلية، خلاص بيقراها حرف حرف كلمة كلمة. اختلف في حرف بيقارن بين النسختين، لقام الطبقات بيمشي، ما خلاص النسخة دي وافقت دي. إذا وجد اختلاف بين مثلا وجد في هذه هاد وفي هذه كلمة هذه مثلا، خلاص وقع خلاف، يجعل الثالث حكما بين النسختين. هذا هو التحقيق. لذلك التحقيق لابد من 3 نسخ، واحدة الأم والأصل، الثانية للمعارضة والمقارنة، والثالثة للحكم للتحكيم للقضاء. هذا هو أما 7 مخطوطات و10 مخطوطات ألهاكم التكاثر. فالشاهد قال: وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعاهدهم ويشاركهم في ذلك. تأمل يتعاهدهم ويشاركهم به. لذلك المدير إذا كان عنده شركة لابد أن يكون حازما وحاذقا، يتعهدهم بما يحتاجون إليه. لا يمكن أن تنهض الأمة نهضتها العلمية من غير السلطان، لا يمكن. ما تحلم أمة الآن ترفع راسي كده والسلطان رافع يده من العلماء والأغنياء رافع يدهم من الكتب، أبدا. العلم يحتاج إلى أوقاف، يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى بذل، لأن قضية العلم قضية أمة ما قضية أفراد. قضية العلم قضية أمة، ما هي قضية فرد، مشكلة فرد واحد يأكل ويشرب، قضية أمة كاملة. أن تحقق مخطوطات وطباعة بحوث وتفتيش بطور الكتب، قد يستغرق الإنسان في قراءة كتاب ساعات طويلة بل أيام بل شهور. فالسلطان العاقل هو الذي يتعهد العلماء، واليوم الذي يتعهد فيه سلطان أهل العلم بشر هذه الأمة بالرفعة. أما سلطان يعتني بالغناء ويعتني بأمر بعيد من العلم لا يمكن أن تنهض الأمة إطلاقا، لا يمكن أن تنهض الأمة. هذا أمر واسع. فعثمان رضي الله عنه كان كما ترون كان يتعهدهم عن التعهد أن يأتي إليهم يبذل لهم ما يحتاجون إليه من أوراق، ما يحتاجون إليه من حبر، ما يحتاجون إليه، ويشاركهم في ذلك.
أي ينسخ معهم. لذلك أن عثمان كان يكتب وكانت له خبرة بالقرآن الكريم وأراد أن يتشرف بهذه الخدمة. لذلك كثير من السلاطين كانوا علماء، وما نود أن نخرج من مرادنا في هذا الباب، فرضي الله عنه. ويكفي أن هذه الحسنة من الحسنات العظيمة لعثمان رضي الله عنه. وبعض الجهال جعل حسنة عثمان سيئة، وهي أنه أحرق المصاحف. هذا مسكين الذي يقول أن عثمان أحرق المصاحف جاهل. أحرق التالف منها وأحرق ما اختلفت عليه الأمة مع بقاء الأصل النافع الذي يحتاجون إليه، وما أحرق المصاحف إلا بشهود الصحابة كما قال علي رضي الله عنه. بل قال علي رضي الله عنه: وما فعل ذلك إلا بحضرتنا. وقال بعض العلماء: وهذا من أسمى مناقبه. هذه حسنة يا مسكين، دي حسنة من حسناته. كيف تجعل الحسنة سيئة؟ جمع الأمة وجمع المصحف وسار الناس على هذا النهج. فلما كمل المصحف نسخ عثمان منه نسخا، وهذه عملية النسخ اليوم طباعة، كل هذا مصحف الأصل نسخوا منه نسخة وهكذا. وعملية النسخ قديمة كانت شاقة جدا. الآن طبعا الناس ما شاء الله الطبعات وكذا، وطبعا الدكتور خالد لو تذكروه في أول الدرس بين لكم كيف تتم طباعة المصاحف، لكن تصور أن الأمر قديم بهذه المشقة. وذكرت لكم ما وقع من الرجل الأمين بن غطاس القرطبي في قصته أنه كان ينسخ المصاحف. كان ينسخ المصاحف الحرف، يعني مثلا الرحمن، كل تشكيلة عندها لون. شوف الجمال القرطبي ده والأندلسي ده. الحرف الكلمة الحرف باللون الأسود مثلا، السكون مثلا بالأحمر، والشولة الضمة بالأخضر، والكسرة بالصفرة. يعني أنت تقرأ هذا التشكيل الذي وصل إليه الناس الآن وصل إليه أهل الأندلس قبل 7 قرون. فكان إنتاج عجيب. فيوم من الأيام نسخ مصحف جميل للغاية، فاشتراه أحد السلاطين من بلدة بينه وبين قرطبة 40 يوما. 40 يوم دي معناها زي الفاشل، لأنه السفر كان قديم على الجمال. فتذكر أنه أخطأ في علام من العلامات الثلاثة، الإعراب. قال: إن لله وإنا إليه راجعون. فجهز ناقته وركب عليها 40 يوما. ده انظر لهذا، القضية قضية تتعلق بالدين، من قضية فوضى. فلما وصل إلى المكان قال: أين المصحف؟ قال: يا هذا، أما اشتريته منك؟ قال: لا، هات. فأخذه فأخرج المطوة والسكين فكشط العلامة ووضع العلامة الصحيحة وقال: الحمد لله، الآن برأت ذمتي. حس الآن تفتي فتوى كده تعرف إنها غلط، تقول: هذا بتمش وين البقيت؟ ما قاعد أراجعك. يقول له: بتمش. أشكال. محمد الحسن اللؤلؤي الحنفي كان إذا أفتى وأخطأ فتوى يأمر إنسان 3 أيام، يقول: فلان ابن فلان قد أخطأ في الفتوى. فعلى كل حال هذا جيل عجيب. ووجهها إلى الأمصار. الأمصار المراد بها البلاد الكبيرة، البصرة والكوفة والشام ومصر. وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة.
ثم ذكر ابن جزي رحمه الله ترتيب السور، هذه مسألة أيضا مهمة تتعلق بعلوم القرآن. قال: فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. يمكن أن يكون الأصل وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت سور ليست مرتبة ثم رتبها الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا الترتيب الذي عند الناس اليوم بلا شك هو من عمل الصحابة أيضا رضي الله عنهم، أي أكملوا ما وجدوه مرتبا. وكذلك الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف التفريق بين السور إلا بالبسملة، فالشاهد أن بعضه كان مرتب وبعضه ترك للاجتهاد، يمكن الجمع بين القولين. أما نقط المصحف النقط من التنقيط، وأما نقط القرآن وشكله فأما من فعل ذلك الحجاج فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف. طبعا الحجاج بن يوسف ظلمه لا يختلف فيه اثنان، لكن هل هذا الظلم يعني أنه ليست له حسنات؟ لا، له حسنات، له حسنات. فكانت له عناية بالقرآن، وكانت له عناية بمحاربة الخوارج، وكانت له عناية بلغة العرب بآدابها وأشعارها، وضبط الفتنة في العراق. دي 4 من مساوئه الشديدة: قتل العلماء، وكان يعاقب في أدنى شيء، ونسي وحكيت عنه أقوال قبيحة. فبلا شك هو كسائر الملوك، لكن طغى عليه ظلمه، والعلماء تنازعوا في تكفيره إلى غير ذلك، لكن الأصل أنه يبقى على أهل التوحيد. وبسط ابن كثير في البداية والنهاية الكلام عنه. فمن حسناته فأول من فعل ذلك أي تشكيل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان من فقهاء الأمويين، كان فقيها، حتى كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا بقي في الناس عالم فهذا، وأشار إلى عبد الملك بن مروان، ولكنه شغل بالخلافة، شغل بالخلافة، فهو من أعلم ملوك بني أمية، حتى قدمه بعضهم على عمر بن عبد العزيز في العلم، ما أقول في الفضل، فضل شيء آخر، أما في العلم والمعرفة وكذا كان باقعا، وكان يجالس ابن عمر ويجالس الكبار، لكن تعرفون السياسة لها ما لها يعني، أو عليها ما عليها. وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، أيضا كان في أيام الحجاج، إذن هو بأمر الحجاج. وقيل أبو الأسود الدؤلي، وأبو الأسود كان فصيحا شجاعا معروف له أشعار وأقوال مأثورة. وأما وضع الأعشار يعني التعشير التقسيم المعروف هذا، قيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. هذا يعني بعد ذلك تكلم الشارح ولا تعليق هذا الكلام، لكن ما نود أن نطول به في مجلسنا. وجاب الشيخ الطيار جاب بعض الصور للنسخ القديم في تعليق. أسماء القرآن، قال المصنف: وأما أسماؤه فهي 4: القرآن والفرقان. الفرقان يقول شيخ الإسلام لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهو نفسه علامة فارقة. يعني مثلا لو قلت عن الشمس فرقان، هي مضيئة في نفسها تميزها من غيرها وتفرق لك بضيائها بين الأشياء. فكذلك القرآن الكريم في نفسه فرقان، ويفرق هو بين الحق والباطل، والكتاب والذكر. أما الكتاب في القرآن قد يطلق على الكتب السابقة، يعرف هذا من السياق والسباق، والذكر وسائر ما يسمى صفات لا أسماء، وهذا كلام دقيق جدا. لذلك السيوطي ذكر 90 وكذا. مثل السيف والأسد له أسماء قليلة، الباقي صفات، كوصفه بالعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ قرآنا،
قرأت قرآنا، إذن هو مصدر، لكن المصدر يقوم مقام المفعول به، كتابا أي مكتوبا، قرآنا أي قراءة. مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، مثل كتاب المكتوب، القرآن المقروء. وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل. وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ. وفي الرفعة يعني أيضا ذكر الرفعة. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش. هذه قراءة الشافعي، هي قراءة ابن كثير. ابن كثير يا اخواننا الاول المكي، ليس ابن كثير صاحب التفسير. ابن كثير المقري قديم في القرن الثالث وهو مكي، وابن كثير ابو اسماعيل الفداء ده متاخر جدا في القرن السادس، تلميذ الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. فاهل مكه ما يقولون القرآن، لا يهمزون، يقولون القرآن، فما يهمزون، يتركون الهمزة. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن به لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ثم قال السور المكية والمدنية. قال رحمه الله: الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السورة المكية هي التي نزلت بمكة، وبعد منها كل ما نزل قبل، ويعد منها. الفرق بين المكي والمدني والضابط فيها ذكر العلماء أقوال، منهم من قال كل ما نزل بمكة فهو مكي، وكل ما نزل بالمدينة فهو مدني، هذا قول. والضابط الأدق يقولون أن التنزيل الذي سبق الهجرة هو مكي ولو نزل خارج مكة، وأن التنزيل الذي جاء بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل خارج المدينة، فالعبرة بالزمان لا بالمكان. وهذا قيد ضابط أدق من سابقه. بهذا تشمل السور التي نزلت عليه في مكة بعد الهجرة هي مدنية، وكذلك السور التي نزلت في ضاحية مكة أو في حرم المدينة. على كل حال هذا قيد دقيق كما قال الشيخ سعد الشيثري وغيره. طيب، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور ثلاثة أقسام، أي إلى ثلاثة أقسام. قسم مدنية باتفاق، أي اتفق العلماء على أنها مدنية، وهي 22 سورة. لماذا بدأ بالمدنية وهي متأخرة؟ لقلتها. هذا باب التقسيم. لذلك المسألة إذا كان فيها حروف قليلة تذكر القليل، لأن القليل يحفظ. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، قال إلا واحدة، قالوا ما هي؟ العاقل دائما يحفظ القليل، يبقى هذا المحفوظ، ما عدا ذلك لا يدخل في هذا، فلا يتعنى بالذكر الكثير. قال: وهي 22 سورة، وهي البقرة. البقرة مدنية، والدليل على ذلك أنها نزلت أن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسياق آياتها عن الأحكام التشريعية، وكذلك عن شبهات اليهود وما أشبه ذلك. هذا السياق العام. ضابط يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا ليس بدقيق دائما، إنما مضمون السورة وفحوى السورة وسياقات السورة. إذا وجدت السورة فيها الأحكام التشريعية، الأحكام الشرعية من التكاليف، الأحكام الخمسة المعروفة، عفوا الفرائض من الصلاة والحج والزكاة وما أشبه ذلك، بلا شك هذه أقرب إلى المدنية من الشريعة. الشريعة بنيت على العقيدة، فالسور المكية جاءت تبني المجتمع عقائديا بأركان الإيمان، الرد على الشبهات المشركين وأخبار الماضين وما أشبه ذلك.
ولذلك العلماء لما تكلموا عن القرآن الكريم قالوا ينقسم إلى 3 أقسام: علم بالله، وعلم بالخلق، وعلم بالعبادة. بس هذا تقسيم سهل ولا ما سهل؟ سهل. يعني ما يتعلق بالله من أسمائه وصفاته، ما يتعلق بالمخلوقات كلها، الصالحين والطالحين والأنبياء والمرسلين والجنة والنار، وما يتعلق بأمر العبادة. ولذا قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الشنقيطي في الأضواء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الصدق والخبر غالبه مكي، لأن المقام مقام التنزيل، فلذلك السور التي فيها الدفاع عن القرآن الكريم والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قصص الأنبياء، هذه سمات الآيات المكية التي تزيد، التي جاءت أصالة لترسيخ الإيمان في النفوس. والسور التي بينت لك عدل الشريعة وأحكام الشريعة وما فيها من أحكام وجزئيات، هذه سور مدنية. وإذا جاءت سور تتكلم عن الشريعة في مكة دل ذلك على أن هناك عبادات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم سابقا كالصلاة. وإذا جاءت آيات هي من صياغ الآيات المكية لكنها مدنية دل على أن هناك بقية من مشركين وكفار وأهل كتاب أيضا يعني يرد عليهم. إذن الآيات المكية يغلب عليها ما يتعلق بأصول الإيمان، والآيات المدنية يغلب عليها ما يتعلق بالفقهيات والعمليات، وقد يكون فيها أيضا يتم من ذلك. طيب، قال: وآل عمران. قال الصحابة: وكنا نظن أن من جمع البقرة وآل عمران فهو حبر، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جمع البقرة وآل عمران فهو حبر. ما معنى حبر؟ عالم، والجمع يستلزم الحفظ والفهم والقيام بها، يعني العمل بها. والنساء من سياقاتها تكلم عن الفرائض، عن المواريث، تكلم عن المنافقين إلى غير ذلك. وكذلك المائدة آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والأنفال، الأنفال سورة بدر، وبدر بالاتفاق كانت بعد الهجرة. وبراءة سورة تبوك. والنور كذلك، النور سورة الحجاب وما يتعلق بها، سورة مكية مدنية. والأحزاب سورة الخندق، لأن قصة الخندق كلها جاءت في هذه السورة. والقتال، قتال سورة من؟ سورة محمد. والفتح، الفتح كذلك هي أشبه بسورة صلح الحديبية، يعني فيها الصلح. والحجرات ما يختلف فيها اثنان لأنها تتكلم عن الحجرات. والحديد سياقها يعني أيضا مدني. والمجادلة قصة خولة. والحشر، وكذلك الممتحنة، وكذلك الصف. والجمعة والمنافقون من سياقها. والتغابن والطلاق والتحريم. وإذا جاء نصر الله. تشعر أنها سورة مدنية ظاهرة. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية. من أين جاء الخلاف؟ من مضمون السورة. العلماء تكلموا عن هذه السور ونظروا فيها، تجد فيها شق كذا وشق كذا، فجعلها العلماء في منزلة بين التنزيلين. القرآن الفاتحة، العلماء منهم من قال مكية ومنهم من قال مدنية، وقول ثالث قيل نزلت مرتين، وهذا عجيب. الأظهر أن سورة الفاتحة مكية لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة، صلى به جبريل عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني هي الأصل، والأصل لا يمكن أن يأتي بعد الفرع. والثالث فيها أصول الإيمان والثناء على الله تبارك وتعالى وما أشبه. وكذلك من السور. والرعد، الرعد بكونها مكية أشبه. والنحل كونها مكية أشبه. إن ذكر الله النحل يسميها الشنقيطي سورة النعم أو سورة الامتنان. إذا تتكلم عن الواقع الاقتصادي والواقع المالي والغذائي وما أشبه، كل ذلك في سورة النحل.
والحج أيضا تحتمل الأمرين، لأن قضية الحج كانت قديمة عند المشركين أيضا، والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن، لكنها بالمدنية أشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أبي: وإذا زلزلت، سورة الزلزلة، ورأيت المعون والإخلاص والمعوذتان. المعوذتان الفلق والناس مدنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بغيرهما في البداية، فلما نزلت عليه أخذه ما ترك ما سواهما. ثانيا نزلت السورتان بعد أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كده؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الفلق والناس في قصة السحر المعروفة التي عند البخاري، وقسم مكي باتفاق، وهي سائر السور، السائر من السور وهي الباقي. يقول لك سائر الناس، جاء سائر الناس، لا يا حبيبنا، السائر يعني الباقي من الشيء، منها السؤر في لغة العرب، وسؤر المؤمن الشفاء في الحديث الضعيف طبعا، وسؤر الدابة وإلى آخره، مسألة فقهية معروفة. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. إذا القليل مع قلة وقع فيه النزاع. واعلم أن السورة المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء. هذه دي أصول مشتركة بين السور المدنية المكية. وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى الرد عليهم من جهتين، من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة، وذكر المنافقين والفتوى في مسائل، وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث موارد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، لكن هذا ليس على إطلاقه، لكن أكثر. وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، وقع في كليهما، والله تعالى أعلم. كم بقي يا ابن الصلاة؟ 4 دقائق. نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار، ونتمة إن شاء الله المقدمة في الدروس القادمة. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.